انا عايزك تقنعني ازاي يعني دي ضربة جزاء ودي مش ضربة جزاء، ازاي بقى؟ يعني الكرة بتاعت الاهلي عشان خاطر جماهير النادي الاهلي عملت بوليكا وضغط وراحت وجت، اتحاد الكرة طلع حلل اللعبة ورئيس لجنة الحكام طلع حلل اللعبة وكل الناس حللت اللعبة وقالوا ان هي مش ضربة جزاء. طيب حلو، انا مش مقتنع بالكلام ده، يعني انا شايفها ضربة جزاء. تيجي عند الكرة التانية اللي محمد حمدي بيحاول يبعد فيها ايده وضممها على جسمه وكل ده والمسافة اقرب بكتير، تتحسب ضربة جزاء؟ اللي مقتنع يقول لي هو مقتنع ليه، يعني انا عايز افهم ليه دي ضربة جزاء اذا كانت بتاعت الاهلي ما اتحسبتش اصلا. يبقى ازاي دي ضربة جزاء؟ يبقى انت المعيار بتاعك مش واحد. ما هو عشان المعيار مش واحد يبقى كده فعلا الدوري بيتوجه. تخيل انت عملت ايه؟ انت خليت الاهلاويه والزملكاويه يشمتوا فينا لاول مره، الاهلاويه والزملكاويه يتفقوا على حاجه ان هما الاثنين يشمتوا فينا، كل ده بسبب الرعونه اللي عمل بيها مروان ضربه الجزاء. ده كلام ده يا راجل، يا راجل حرام عليك، حرام عليك، والله ما ينفع كده. انت حتى لو شطها حلو وضاعت هنقول ماشي، بس انت شطها وحش. ليه كده؟ ليه يا اخي ليه؟ بقى الدوري لسه في الملعب، ولو كسبنا الزمالك ولو مش كسبنا الزمالك ما كان في ايدينا، كان في ايدينا نقدر نكسب. ليه كده؟ للاسف بدا الماتش غلط ولعب بزلاكه مع راس حربه وده غلط. ما عملناش ولا هجمه في الشوط الاول يعني غير حاجات بسيطه. الشوط الثاني بدات اللعيبه تفوق شويه وبيتاخر برضه في التغييرات، عقده الفخوري نازل متاخر، محمد حمدان بان عليه الارهاق كان لازم يطلعه وتستناه لحد ما اتطرد، ما اعرفش ليه برضه. احمد عاطف قطه كذا كوره يقلش فيها كده، هو في الاخر الماتش بدا يفوق، لكن في الاول اول ما نزل كذا كوره يقلش كده. احمد الشناوي يعني اهو لحد ما يعني كويس، احمد سامي لحد ما، اسامه جلال المفروض ياخد فرصه ويلعب جنب مرعي. الشيبي ما هوش الشيبي، محمد حمدي ابراهيم لا كويس، محمد حمدي ابراهيم كويس خالص، مهند لاشين ما شاء الله، ناصر ماهر كويس خالص، ما اعرفش طلعه ليه، يعني ما اعرفش ناصر ليه طلع. مصطفى زيكو سيء جدا، كان المفروض يلعب ايفرتون ويلعب عوده من بدري. انا مش فاهم ليه اتاخرت في التغييرات. فيستون مايلي كان كويس، ليه اتاخرت؟ ليه كل ده؟ الاهلي كسب كمان، يعني الدنيا اتعقدت اكتر. طيب احنا يعني ليه؟ كمان معاك في ماتش الزمالك حمد حمدان مش هيلعب، وان شاء الله الكارت يكون بقى كويس ويلعب. شايفين اللاعب ده مروان حمدي، كان بيلعب في نادي الزمالك قبل ما يجي بيراميدز. للاسف في اخر ماتش ما بين بيراميدز والمصري مروان ضيع ضربه جزاء بمنتهى الرعونه والاستهتار. لكن هل ده يدينا الحق اننا نقول انه عمل كده عن قصد وعن عمد عشان يفيد نادي الزمالك؟ الاجابه طبعا لا. انك علشان تقول انه اللاعب عمل كده عن قصد وعن عمد يبقى انت كده دخلت جوه نيته وبتخوض في شرفه وفي ذمته، ودي حاجه مرفوضه طبعا على الاطلاق. ولو كان هو عنده النيه بان هو يعمل حاجه زي كده ما كانش هيسجل هدف التعادل. للاسف نفس الكلام ده كان بيتقال على مصطفى فتحي، لانه في كل ضربات الجزاء اللي لعبناها قصاد الزمالك، ضربات الترجيح سواء في كاس مصر او في كاس السوبر، كان مصطفى فتحي بيضيع. لكن انا بقول لك ده الكلام ده في منتهى الخطوره وما ينفعش يتقال. ليه؟ لان انت كده بتخوض في ذمه وعرض لاعب محترف. وقعت عقوبات على مروان حمدي معاها حق، علشان الاستهتار والرعونه، مش علشان خاطر هو عمل كده عن عمد وعن قصد.